السلام عليكم، يا هلا والله، كيفكم اخواتكم طيبين؟ طبعا الكل يعرف برنامج الكيك. برنامج الكيك هو برنامج نزل قريب، يعني ما ادري متى نزل، لكن انا ما عرفت الا قريب، يمكن نازل من زمان. برنامج هو نازل فيه مقطع 36 ثانية، يعني كل واحد يكون عنده بروفايل ويبدا ينزل مقطع 36 ثانية. في واحد راح ضحية للكيك، يعني صراحة قاعد ارحمه. لثلاث ايام قاعد اتابع الفيديوهات اللي تنزل، الشعب العربي والسعودي حقدوا عليه لدرجة، رغم انه حرية على ما يقولون، لكن يعني ليه كذا؟ طيب اوريكم المقطع الرئيسي اللي سبب اكبر، اللي نرفز الشعب كله، الشعب السعودي العربي كله. نوريكم المقطع الرئيسي، شوفوا المقطع الرئيسي. وناسة وناسة خلصنا الدراسة، وناسة وناسة خلصنا دراسة، دراسة دراسة أسا س أ. بعد ما شفتوا المقطع الرئيسي، شفتوا الولد صح انه وناسة خلصنا يعني الولد مبسوط انه مخلص الدراسة. الان العالم نزلت فيديوهات اللي كسر جواله واللي سبب ازمة يعني. طيب الان بوريكم يعني بعض المقطع الثاني، وبنعلق على الحين شفتوا المقطع الرئيسي اللي هو سبب الازمه. طيب تعالوا نشوف المقطع الثاني، وراح تشوفون كيف راح يسبب ازمه، يعني كيف سبب ازمه في المقطع الثاني. تعالوا نشوف. وناسة وناسة خلصنا الدراسة، وناسة وناسة خلصنا دراسة، دراسة. الله يلعن امك انت الله يلعن امك. يعني شفتوا وين وصل التحشيش يعني. طيب يعني ليه كذا يعني؟ انتم ما شفتوا شيء يعني. الحين نطل جواله، اوكي انا اقول ما صار له شيء، في ناس كسرت جواله. طيب اقول لكم شيء، شوفوا المقطع الثاني يعني من بعد المقطع الاصلي، شوفوه. دراسة وناسة وناسة خلصنا دراسة، دراسة دراسة. يعني شفت الرجال ايش مسوي؟ الرجال كسر جواله لشوي، غير الكلام اللي قاله للولد، يعني الكلام اللي قاله للولد مو بلس 18 بلس مليون. يعني يحمد ربنا ان الولد مو عند الرجال، لو ان الولد عند الرجال كان راح فيها. طيب بوريكم اخر مقطع، يعني الولد قاعدين يطقطقون عليه شكل طلاب مدرسة، والله رحمته والله. تعالوا نشوف المقطع. خلاص يعني خلونا في مكان، خلاص لا تقعد يعني ممكن ناخذ صورة وياك بس. فينا ولا ما ادري، يلا بس تمام خلاص. دوسينا لازم نحط جيدي كويس. تحبك وايد. انا سوي وناسة. ايش هذا؟ ايه هناك تعال. ليش حط فيديو؟ ليش حط فيديو؟ يلا يا غالي يا غالي. فدية المدرسة والله. شفت الولد والله العظيم صدق يعني ينرحم، يعني كل العالم قلبت عليه يعني، وهو مسكين يعني، ترى عمره 15 او 14 سنة او 16 يعني، اذا كان مرة كبير اتوقع. تكفون شباب، وقفوا يعني السب. يعني اذا تبغون تشوفون السب، تبغون تشوفون الشيء اللي يضيق الصدر، ادخلوا التعليقات اللي على اليوتيوب، او ادخلوا التعليقات اللي على الكيك، او اللي على الفيسبوك، او اللي على تويتر. يعني اشياء مرة اقسم بالله تضيق الصدر يا اخي. لما انا اشوف التعليقات انا ضاق صدري، عشان كيف نسوي المقطع؟ هو سوى المقطع يا اخي، عبر بفرحة، ما سب احد، قاعد يعبر بفرحة. يعني ليه العالم كلها كذا؟ في ناس بيقولون استهبال اوكي، ممكن استهبال، لكن ما توصل الواحد انه يسب ابوه ويسب امه ويسب، فعلا يسب ابوه وامه في مقاطع، يعني يسب امه وابوه يعني. ولا ابغى اقول لكم عشان ما تنشل مرة. تكفون وقفوا سبه، ويعطيكم الف عافية. محدثكم زياد الماجد.